صدق عذبته؟ صراحة اي نعم، انا عذبته. المشتبه بي اللي يوقع بيدي ابد ما ارحمه. ايش تستفاد؟ اللي استفاده انه اكو هواية قضايا صعبة وصعبة كلش انحلت بسبب استخدام هاي القوة. بس ترى هذا مو صحيح. ترى حتى بالعراق ممنوع التعذيب وممنوع الإكراه على الكلام. اللي انت جاي تسويه ترى مو قانون. يا مو قانون استاذ، من يجيبوا لك واحد متهم بجريمة قتل لو جريمة اغتصاب، شو تسوي له مثلا؟ ألزمه أصلخ جلده عن عظمه لحد ما يعترف. بس تعذيبك هذا ممكن يخلي مجرم واحد حقير مثل هذا يعترف، لكن بنفس الوقت يخلي فد 10 أبرياء يعترفون بشغلات هم أصلا ما مسويها، بس على مود يخلصون من جوا إيدك. والله قل لي شلون راح تميز بينهم؟ بالكتل كل شيء باين. لو لاحظ على طول تاريخ العراق فإحنا من الدول اللي من زمان تعذب المتهم. فهل صار الوضع آمن؟ لا. بنفس الوقت تلقى دول ثانية أبدا ما يعذبون المتهم، لكن يطبقون القانون تطبيق قوي، ومع ذلك مشت الدنيا عندهم صح، بلا دم وبلا قتل. الفقرة 37 من الدستور العراقي الفقرة أولا جيم تقول: يحرم كل أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة لأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، ولا المتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه وفقا للقانون. بس وياه يسمع القانون. هاي الأخيرة ترى من عندي مو من الدستور.